ايه يا استاذ عبد الحليم السر في طابع الحزن اللي بيغلب على معظم اغانيك؟ والله الحقيقة السؤال ده توجه لي كتير ومعرفتش اجاوب عليه، لكن انا اعتقد انه راجع للنشأة اللي انا نشأتها. اولا انا نشأت يتيم الام والاب، والانسان اللي بيعيش محروم من حنان امه وعطف ابوه اعتقد انه بيعيش حزين، وخصوصا اذا شاف انه يعني في اطفال كتير عندهم ام واب. دي الحاجة التانية يمكن لطبيعة صوتي، ربنا خلقها كده. الحاجة التالتة يعني مش عارف، انا شخصيا اعتقد ان الحب دايما في حزن، وانا بغني اغاني حب. بس اعتقد ان احيانا بيكون في سعادة برضو في الحب. أيوة. طيب وماله، بس برضو نفس الحب فيه حزن، ما تعرفيش ازاي. يعني انت بتحب تترجم ناحية الحزن اللي فيه. يمكن ده راجع للنشأة اللي انا نشأتها. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان انسى اللي كان وارتاح وابعد عن الاحزان، ابعد عن الاحزان، ابعد عن الاحزان. وقدرت يا زمان في رحلة النسيان انسى اللي كان وارتاح وابعد عن الاحزان، ابعد عن الاحزان، ابعد عن الاحزان. ايه يا استاذ عبد الحليم السر في طابع الحزن اللي بيغلب على معظم اغانيك؟